يا جماعة الخير، لاحظتوا شغلة غريبة كتير عم تصير؟ زمان لما كنا صغار الأسبوع كان سنة والصيف كان ما بيخلص، هلا فجأة بتفيق بتلاقي السنة كلها طايرة بلمح البصر. طيب شو القصة؟ هلا أنا لحالي عم بحس بهذا الشيء إنه الوقت عم يسرع ولا هي مؤامرة كونية علينا؟ تعالوا لنشوف ثلاث أسرار اللي بتخلي هالشيء يصير واحدة ورا الثانية. أنا فراس وفي قناتي بحكي عن كل شيء بصدق وأمانة، والمصادر موجوده، وعندي غير اللي قبلي اللي حكوا بنفس الموضوع. بس خليك معي للنهايه، واذا عجبك الموضوع يا ريت تجي لي اشتراك ولايك وشير وهالشغلات الظريفه. يلا نبلش. السر الاول عداوه الروتين، او مثل ما بنقولها بالعاميه الملل. السر يا شباب هو الروتين. شوف مخك انت وصغير كان عم يسجل كل شيء كانه اول مره بتدوق فيها الليمون، اول مره بتطلع فيها بالطياره، اول مره بتشوف فيها الثلج. كل واحده من هالتجارب تتسجل كملف ذاكره كبير وضخم. مخنا لما يجي يقيس الوقت ما بيطلع على الساعه، بيطلع على كميه الذكريات الموجوده فيه. لما كنت صغير يومك كان مليان تجربات او شغلات جديده، المخ بيقول لك مر كتير وقت. لما كبرت كل يوم نفس الشيء، نفس الطريق، نفس الشغل، نفس كل شيء بتساويه. مخك بيقول لك هذا فيلم شفته امبارح، خلينا نقطع المشاهد بسرعة. الخلاصة هون كل ما كانت حياتك مملة وروتينية كل ما كان مخك حس انه الوقت عم يركض اكثر. السر الثاني ظلم الرياضيات، او بين قوسين النسبة. هلا انت طيب اذا النقطة الاولى كانت نفسية، هي النقطة رياضية وظالمة، اسمها قاعدة النسبة. شوف يا صاحبي، لما كان عمرك 10 سنين السنة اللي كنت عم تعيشها هي العشر من حياتك بس، يعني 10% من رصيدك الزمني، وهي فترة ضخمة بذاكرتك. بس لما يصير عمرك 50 سنة السنة نفسها صارت جزء كتير صغير، صارت 1 من 50 من حياتك، يعني 2% بس. لهيك كل ما صار عمرك أطول كل ما صارت كل سنة جديدة نقطة صغيرة كتير بالنسبة لتاريخك كله. النسبة هي اللي عم تضحك علينا وتوهمنا انه الزمن اللي عم يركض. هلا بنجي للزمن الثالث، الدوبامين والتفاصيل، او بين قوسين كيمياء الدماغ. اخر سر بيتعلق بكيمياء الدماغ لما نكون صغار بيكون عن مستويات عالية من مادة اسمها الدوبامين. هي المادة ما بتخلينا بس مبسوطين، هي بتخلينا نركز بالتفاصيل ونسجل الأحداث بشكل أبطأ. الدوبامين العالي بيعطي إشارة للمخ إنه هذا الحدث مهم، سجل فيه كل ثانية. كل ما كبرنا مستويات الدوبامين بتقل بشكل طبيعي، يعني هي الفيزيولوجية تبع الجسم، وبالتالي قدرة مخك على معالجة كل ثانية تفاصيلها بتصير أبطأ، فبياخذ الأحداث ككتلة وحدة كبيرة بتمشي بسرعة. الخلاصة اللي وصلنا لها، يعني يا شباب الزمن ما تغير، ادراكنا نحن هو اللي تغير. الحل انك توقف تشتكي انه الوقت عم يركض بسرعة وتبلش تكسر الروتين اللي انت عايش فيه. سافر، تعلم لغة جديدة، اعمل اي شيء مجنون اول مرة بتعمله، وكل ما عملت شيء جديد كل ما عطيت لمخك ملفات ذكريات ضخمة، وهيك بتحس انه عمرك عم يطول. خبروني بالتعليقات شو هي الشغلة الجديدة اللي ناويين تعملوها لحتى تخدعوا مخكم فيها، ولا تنسوا الاشتراك لانه لسه في كتير مواضيع غريبة رح نفكك الشفرة تبعها سوا. اذا وصلتوا معي لنهاية الفيديو يعني عجبكم، فلا تنسى تدعموني باشتراك ولايك وشير وتعليق والشغلات الظريفة. والسلام.